حضرتك يا فندم، حضرتك عايز تتكلم عمك، حضرتك كان ليك راي قلته لي قبل الهوا على الدكتور يوسف زيدان، وجهت له بعض اللوم. حضرتك عايز ان احنا نمشي الموضوع بالطريقه دي، انا مش همشيه بالطريقه دي يا فندم، انا لا اشخصن الامور، ده مش دوري كاعلاميه. انا مش فاهم انت عايزه تقولي. انا بسال حضرتك يا فندم اسال السؤال. وحضرتك انا سالتك هل يكتب التاريخ، هل كتب تاريخنا مصريين ام اجانب؟ قلت لي كتب تاريخنا مصريين واجانب. انت ما انتش عارفه الفرق بين المؤرخ والباحث. حضرتك قول لنا الفرق بين المؤرخ. انا عارفه الفرق على فكره، بس انا مش دوري اني استعرضه. طب قولي لي كده عشان انا اعرف. مش مذيعه لا انا مش ضيفه يا فندم. طب ايه المؤرخ؟ انا لا اخضع لاختبار من ضيف يا فندم، انا مذيعه يا فندم، ده مش دوري. انا بسال حضرتك اسئله مباشره. طيب خلينا اسال حضرتك علشان نتطرق او نتجاوز هذه النقطه. احنا بنتكلم دلوقتي عن الازمه اللي اثيرت بسبب بعض التصريحات اللي اتكلمت. لا انا اللي ادير الحوار يا دكتور، مع احترامي كامل لحضرتك. حضرتك جيت وكان في بالك انك تقول كلام معين. مين قالك انها جايه اسال كلام معين؟ حضرتك قلت الكلام ده دلوقتي. حضرتك لسه قايل الكلام ده دلوقتي. انت ما انتش عارفه مش عارفه الف ب يا فندم. انا مش شغلتي اني اعرف التاريخ، انا مش شغلتي، انا اعلاميه اسال وحضرتك تجيب. اسالي السؤال الاول. انت عارفه ايه؟ سالت سؤال ما عجبتكش اسئلتي يا فندم. ما هو عشان مش اسئله ناضجه. ويعني ايه مش اسئله؟ ما فيش حاجه اسمها سؤال ناضج يا فندم، في حاجه مين بقى اللي حكم الحكم العظيم بتاعك ده؟ يعني ايه سؤال مش ناضج؟ سؤال غبي؟ يعني في سؤال غبي؟ حضرتك اللي بتقول الكلام ده يا دكتور، واضح ان حضرتك يعني متعصب وعندك وجهه نظر عايز تقولها في الموضوع. انا مع احترامي الكامل لحضرتك كنت حابه ان احنا نستفيد من علمك، لكن واضح ان حضرتك مش عايز تكمل الحلقه، ده امر يرجع لك برضه. لو حضرتك حابب تكمل الحلقه نكمل الحلقه، حضرتك مش حابب ننهيها شوف اسمعي ايه اللي يرجع لك. انا عندي سكريبت انا قعدته انا وزملائي بالنظر للوقائع الموجوده، وانا بقول على الهواء نحن لسنا متخصصين في اي موضوع بنناقشه، سواء كان في مجال الاثار او في مجال التاريخ او غيره. نحن لسنا متخصصين، احنا كاعلاميين لا ندعي العلم ولا المعرفه. جبنا اهل العلم والعلماء، لكن اهل العلم مش عايزين يجاوبونا لانه حضرتك واضح عندك وجهه نظر معينه انا ما اعرفهاش. طيب يا فندم حضرتك اجبنا. طيب يا فندم طب اسالي السؤال بقى عشان اجاوب. لا الله. يعني واضح كده حضرتك اسالي السؤال. انا بعتذر جدا عن اللي حصل. واضح انه حضرتك انفعلت دكتور عاصم. انت ما انتش عارفه تميزي بين المؤرخ والباحث في التاريخ. بشكرك جزيلا وبشكركم مشاهدينا الكرام على المتابعه.